صديقي مدير المشروع، هل فكرت في حاجة جديدة تعملها في البيزنس بتاعك أو في الشغل بتاعك تديلك صيت أكبر أو تخليك مور ريكوجنايزد أو تتعرف في الشغل بتاعك؟ حاجة تحسن الشغل، حاجة تخلي التيم بتاعك كله أو الديبارتمنت بتاعك كله، الإدارة دي كلها تبقى عارفة إن في بصمة جديدة اتثابت في الشغل بسببك؟ سواء انت مكمل في الشغل او مشيت، انت مكمل في نفس الشركة او رحت ادارة تانية او رحت شركة تانية، كل الحاجات دي هل بتحط لنفسك تايم بلوك كده على الاقل مرة في الاسبوع تفكر في حاجة جديدة ممكن لو عملتها في الشغل تبقى اضافة جديدة؟ يا سيدي حتى لو هم مش هيبصوا ليها تبقى اضافة ليك انت تحس نفسك ان انا عملت حاجة جديدة في الشغل، انا اضفت حاجة للمكان اللي انا موجود فيه ده، الكيان اللي انا بنتمي ليه ده، وربنا اكرمني وبقيت شغال في المكان ده وبقبض من المكان ده، انا بسيب فيه بصمه. هتقول لا انا شغال على قد فلوسهم والكلام ده، لما ابقى شغال مش عارف في شركه ايه اللي هي شركه اجنبيه وبتاع وابو قرش مش زي ابو قرشين. انت ما بتشتغلش على قد فلوسهم، انت بتشتغل على قد طموحك. انت عايز توصل فين؟ انت بتحسن في شغلك ولا لا؟ انت بتعامل ربنا ولا بتعامل مديرك؟ انت لو بتخلص في شغلك هتلاقي نفسك بتترقى، هتلاقي نفسك بيحصل لك هيد هانتنج، هتلاقي نفسك ربنا بيبارك في رزقك. لو هو نفس المبلغ، انت بتقبض نفس ال 10000 جنيه، هي نفس ال 10000 جنيه بس بركتهم بقت اكبر. البركه دي يعني مش موضوع الفيديو بس. انت دلوقتي لو كنت بتقبض 10000 جنيه بتدفع منهم مصاريفك ومصاريف العيال ومصاريف المدرسه والدواء ومش عارف الاكل والشرب كل الحاجات دي، تلاقي ان عدى عليك شهر ما احتاجتش تروح لدكتور، تلاقي ان عدى عليك شهر العيال ما طلبوش مصاريف مدرسه زياده، ولا ما طلبوش هدايا، ولا ما طلبوش هدوم، ولا ما طلبوش الحاجات الكتير. ده البركه في الفلوس، ان انت تبقى مش عارف ايه ده مصاريف، ده احنا صرفنا المفروض ان الشهر ده مثلا 12000 جنيه زي ولا دافع ولا اصلا مرتبي 10000، وتقعد تفكر فيها كده. دي ارزاق. البركه دي بتيجي منين؟ ان انت تبقى بتحافظ او بتحسن. الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ده الاحسان اللي مطلوب مننا في الشغل، الاخلاص في الشغل، مش عشان مديرك شايفك او مش شايفك. حتى لو انت ما حدش هيعرف ان انت عملت الحاجه دي، عملت تشيك ليست كده للتيم عشان في غلطات متكرره. فانت يا جماعه احنا عندنا التشيك ليست دي 1 2 3 بوكسز، احنا هنعمل الحاجات دي، لازم قبل ما تسلمني الشغل تبقى متممه. حاجه صغيره بس اثرها كبير. لو انت بيجي لكم تيم ناس جديده في التيم باستمرار وبتعملوا ريكروتمنت كتير، بس الاندكشن او الاونبوردنج او التدريب بتاع الموظفين الجديده بياخد وقت. اعمل فيه على الاقل، يعني لو مش هتعمل اندكشن باك او برزنتيشن كبيره او تفاصيل كتيره، تبقى حط تشيك ليست بالبوينتس او النقط اللي المفروض انت تبقى تدرب عليها حد. لو انت مش اللي هتدرب، فكل مره بنروتيت علينا او بنعدي علينا كلنا حد بيدرب الشخص الجديد ده، فيبقى معانا تشيك ليست كلنا. يا جماعه دي الحاجات اللي لازم ندرب عليها الناس الجديده عشان نبقى كلنا اون ذا سيم بيج او كلنا في نفس المستوى، ونقدر اننا يبقى يعني نفس الاكسبكتد اوتكم او المخرج اللي بيطلع من اي حد من التيم يبقى واحد. لو جيت تفكر مثلا في مبادره في الشغل، حاجه انت بتشوف ان التيم اللي قبليك لما بيسلمك حاجه بتبقى ناقصه، فتقول لهم يا جماعه احنا عايزينها نسلمها بالشكل ده. حاجه بعد ما انت بتسلم شغلك بترجع لك تاني كتير، يبقى انت مش عايز المشكله دي تحصل تاني، فتشوف ايه هي الروت كوز بتاعها او السبب الجذري بتاعها عشان تقطع، وهكذا. فكر دايما بالبروسيس امبروفمنت او تطوير العمليات او تطوير الشغل اللي انت فيه. هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا جدا تقدر تعملها وتبقى سبت اثر وتبقى سنيت سنه حسنه في المكان اللي انت شغال فيه، يبقى ليك اجرها واجر اي حد بيعملها بعد كده.